بما ان الفيديو اللي عليه عجبكم جدا فحبيت اتكلم عنه بشكل اكبر وبتفاصيل اكتر، لان الفيديو ده كان واحد من اهم الفيديوهات اللي عملتها في حياتي، والفيديو ده برضك يعتبر واحد من اهم الفيديوهات اللي هعملها في حياتي. لان العقليه هي مش مجرد حاجه بتمر علينا مرور الكرام وخلصت القصه، لا، العقليه هي اللي بتحدد حياتنا وبتحدد اهدافنا، بل كمان بتحدد مستوى معيشتنا. وانا من الناس اللي قعدت فتره كبيره ما بين عقليه الفشل وعقليه النجاح، والفرق ما بينهم هو فرق شاسع. فتخيل معايا ان العالم اللي احنا عايشين فيه ده مقسوم لنوعين من البشر. النوع الاول بيشكل 99% من الناس، عقولهم بتتحرك بريموت كنترول، بيفكروا زي ما المجتمع عاوزهم يفكروا، بياخدوا قناعاتهم جاهز، ولما تقابلهم مشكله بيروحوا للحلول التقليديه المكرر اللي كل الناس غالبا بتعملها. النوع التاني بقى، وده اللي احنا جايين نتكلم عنه، هم ال1%، عقول استثنائيه جدا. العقول دي مش بس بتنجح، دي بتعيد رسم قوانين اللعبه من الصفر. السؤال اللي بيشغل علم النفس وعلم الأعصاب من مئات السنين هو إيه السر الحقيقي جوه جمجمة الشخصيات دي؟ ليه عقلية زي نيكولا تسلا كان بيقدر يصمم جهاز كامل جوه دماغه بدقة 100% من غير ما يمسك ورقة وقلم؟ وليه شخصية زي شخصية سيدنا خالد بن الوليد كانت شخصية جبارة؟ تخيل إن هو شخصية حربية لحد النهاردة بتدرس في المعاهد والكليات العسكرية، والعلماء والقادة العسكريين مش قادرين يفهموا ازاي الشخص ده كان بيقدر يحلل المعركة من غير ما يخش فيها، ووصل لمرحلة من عقلية ان هو ما بينهزمش في اي حرب يخوضها. تخيل ان هو ما انهزمش في الاسلام ولا حتى قبل الاسلام، وهو الوحيد اللي قدر ان هو يهزم المسلمين. واعتقد ان احنا هنبعد شوية عن القائد العظيم سيدنا خالد بن الوليد في الفيديو ده، لان هو محتاج فيديو كامل نتكلم فيه عن ازاي وصل لمرحلة ان هو ما بينهزمش. وعندي شخصيات تانية زي شخصية القائد اليابان ميموتو موسوش اللي ما كانش بيتهزم في أي معركة، وبعض كمان من العلماء والرويكي زي ماركوس أوريليوس اللي اتكلمنا عنه في أكتر من فيديو، وإنهم بنوا ثبات ذهني يخليهم يسيطروا على أعتى الظروف. فالسؤال هنا، هل الناس دي اتولدت بجينات خارقة ولا في شفرة سيكولوجية وظروف وتدريب عصبي اتاح ليهم إنهم يوصلوا للنمط ده من التفكير الفائق؟ وده اللي هنحاول نجاوب عنه في الفيديو ده. فهات المشروب المفضل بتاعك وتعالى نفكك العقلية بعلم النفس والتاريخ والطبيعة من غير كلام كتير. عشان نفهم ازاي العقلات المتفوقة بتفكر لازم نعرف الأول ازاي العقل العادي بيخضع صاحبه. في علم النفس المعرفي معظم البشر بيفكروا بنمط اسمه التفكير بالقياس. يعني مخك لما بيبحث عن حل لمشكلة بيعمل نسخ لصق للحلول اللي شافها قبل كده في البيئة اللي حواليه. العقل هنا بيستسهل ويوفر طاقته، بدل ما يفكر ويتعب نفسه لا، هو بيشوف الحاجة اللي نجحت ويعملها. مطعم نجح فيعمل، قهوة نجحت فيعملها، وهكذا وهكذا. وده اللي انت ممكن تلاحظه في البيئة بتاعتنا أو في الحياة بتاعتنا بشكل عام. لكن العائلات المتفوقة بتعتمد على نمط تاني خالص واسمه التفكير من المبدأ الأول. في علم الأعصاب النمط ده بيجبر القشرة الجبهية إنها تعمل حاجة اسمها التفكيك الذهني. يعني الشخص بيمسك المشكلة أو الفكرة ويبدأ إن هو بيهدها كليا لحد ما يوصل لأصغر جزء فيزيائي ومنطقي فيها، وبعدين بيعيد بنائها بنفسه بطريقة محدش فكر فيها قبل كده. فالافكار عند العاديين دي بتكون افكار معلبه، افكار متكرره ومعروفه وكذا حاجه عملتها. لكن الافكار عند العقلات المتفوقه بتبني من الماده الخام مباشره. ممكن ناخد مثل مهم جدا في علم الاقتصاد. لو درست الدول الناميه وشفت السبب مشكله الدول الناميه دي، هتلاقي ان مشكلتها ان هي بتاخد الماده الخام وتبيعها زي ما هي. يعني مثلا عندهم خشب فبيقطعوه ويبيعوه، خلاص خلص القصه على كده. عندهم بترول فبيصدروه، خلاص كده. عندهم ذهب فبرضك بيبيعوه خام. لكن الدول المتقدمه بتبدا ان هي تاخد المواد دي وتبدا ان هي تصنعها وتصدرها على شكل منتجات، زي مثلا انهم ياخدوا الخشب يعملوا منه بيبان، اي حاجه، المهم ان هو بيعمل منتج وبعد كده بيبيعه. مثلا الذهب فيبدا ان هو يشكل على شكل حاجات سبايك او غيره، ويبدا ان هو برضك يبيعها. فبدل ما انت كنت بعت الحاجه بجنيه هو هيبيعها ب10، ولو عايز يبيع ب20 برضه هيبيع ب20. الدول دي لو عملت نفس القصه اللي بتعملها الدول المتقدمه هتكسب اضعاف اضعاف الدول دي، لان هي عندها الخام وكمان تقدر تعمل المنتج. لكن للأسف هم بياخدوا الطريق التاني ألا وهو الاستسهال. تعال نشوف ازاي الشفرة دي اتطبقت في عقول شخصيات غير التاريخ البشري. رقم واحد وهو العبقري نيكولا تسلا والقدرة على المحاكاة الذهنية. تسلا ما كانش بيحتاج يرسم الأجهزة أو الماكينات على ورقة في البداية زي باقي المخترعين، لا، تسلا كان عنده قدرة سيكولوجية كانت عادية، لكن بعد كده مع التدريب قدر ان هو يحولها لقدرة فائقة. والقدرة دي مهمة جدا، اسمها التصور الذهني النشيط. كان بيصمم المحرك الكهربي ويشغله جوه دماغه، وبعد اسبوعين بيسيبه ويرجع يفتح جوه عقله عشان يشوف انهي جزء فيه اتاكل او محتاج صيانه. تسلا كان بيخلي عقله معمل واقع افتراضي قبل ما الماده نفسها تلمس الواقع. وفي اكتر من شخص استخدم الطريقه دي، زي مثلا اللاعبين في الام بي اي اللي كانت بتستخدمها عشان تقدر ان هي تكسب مطوش، بحيث ان هي كانت بتتخيل في مخيلتها ان هي بتسجل اهداف وبتمر من اللاعبين. الطريقه دي اثبتت نجاحها بنسبه كبيره جدا.
رقم 2 مياموتو موسوشي وعقلية عدم التعلق. أعظم ساموراي في تاريخ اليابان، خد 61 مبارزة اتحسمت كلها بالقطاع، ما خسرش ولا واحد. موسوشي كتب في كتابه كتاب المحطات الخمس: لا تتعلق بسلاح واحد ولا تفضل الأسلوب على الآخر. العقل المتفوق والعقل الفارغ كالماء يتشكل حسب الإناء. I said empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. موسوشي هنا كان بيتمتع بحاجة مهمة جدا، وهي المرونة السيكولوجية. وكانت مرونته مش سهلة، كانت مرونته مرعب، لأن هو ما كانش عنده جمود فكري. هو كان بيغير خطته في أجزاء من الثانية حسب حركة الخصم وحسب الظروف اللي بيمر بيها وحسب المشكلة كمان اللي هو موجود فيها. رقم 3 ماركوس أوراليوس والسيطرة على الداخل. امبراطور روما اللي كان بيحكم نص العالم المعروف في الحروب والخيانات والأزمات، كان بيمارس كل يوم السيطرة على العقل. كتب في مذكراته: أنت تملك السيطرة على عقلك وليس على الأحداث الخارجية. إدراك هذا هو مصدر قوتك. ولازم تفهم المقولة دي لأن احنا كررناها في أكتر من فيديو، لأن أنت لو فهمتها كويس هتغير حياتك. لأن باختصار شديد عقلية أوروليوس كانت بتعمل فصل تام بين الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها والحاجات اللي ما تقدرش إن أنت تتحكم فيها. وكلنا موجود عندنا نفس الحاجة دي. في حاجات تقدر تتحكم فيها زي وقتي، زي عقليتي، زي نفسي، زي حاجات تانية كتير. لكن في حاجات ما اقدرش اتحكم فيها: ظروفي المادية، مستوى معيشتي، البلد اللي أنا عايش فيها. دي حاجات ما اقدرش اتحكم فيها. لكن لو اتحكمت في الحاجات اللي أنا أقدر اتحكم فيها، أقدر اتحكم في الحاجات اللي أنا ما اقدرش اتحكم فيها. لو دخلنا في علم البيئة والجغرافيا هنلاقي قانون مذهل بيشرح ليه العائلات المتفوقة دايما قليلة ونادرة. من الجغرافيا مثلا، أغلب المدن والقرى العادية بتتبني في الوديان المنخفضة والسهول، لأن الحركة فيها مريحة ومش محتاجة مجهود. بس القلاع والحصون التاريخية العظيمة مستحيل تتبني إلا على قمم الجبال المعزولة والوعر، لأن القلاع دي بتتحمل العواصف وبيكون عندها رؤية كاشفة للمشهد كامل من فوق الجبال. وعلى فكرة دي برضك ليها ميزة ودي ليها ميزة. القرى سهل ان هي يتم الاستيلاء عليها، بل وكمان سهل جدا ان يتم تدميرها من العدو، لان هي باختصار كبير مكشوفة بشكل كبير جدا قدام العدو. انما القلاع صعب جدا. في بلد زي سويسرا مثلا قدرت ان هي تنجو من حروب كتير ومن مخاطر كتير من دول استعمارية كبيرة زي ألمانيا، بسبب ان هي منطقة مبنية على جبال، فصعب ان حد يحتلها. من علم الطبيعة مثلا عندي طائر زي طائر النسر الذهب. الطيور العادية بتطير في أسراب ممتلئة بالآلاف في المستويات المنخفضة، حمايتها في كثرتها، بس أكلها دايما محدود لأن هي معرضة للاصطياد بشكل كبير. أما النسر الذهبي فبيطير في أقصى الارتفاعات لوحده تماما. العزلة دي مش خوف، العزلة دي هي اللي بتديه الرؤية الشاملة والمساحة إنه يحدد أهدافه بدقة وبدون مذاكرة مع حد. فأنا عندي العقول المتفوقة زي القلاع أو النسور دي بتكون عقلية ما بتخافش من العزلة الفكرية، فهي مش محتاجة تأيد الأغلبية عشان تحس إنها صح. العقول دي مش هاممها أي حاجة غير إنها تأيد الفكرة الصحيحة اللي هي شايفاها واللي متأكدة منها بعد دراسات طويلة. فإنك تعترف بغلط مثلا فيك ده مش غلط، بالعكس ده من شيم الرجال، ومن الحاجات اللي الإنسان بتدل على الإنسان ده وصل لمرحلة عظيمة إن هو يعترف بغلط ويبدأ يبص عليه إن هو غلط ولازم يتصلح، مش ياخد المبررات اللي موجودة زي إن المجتمع ظلمني وزي إن الحياة اللي أنا عايشها مش هي اللي كنت اتمناها. مين عايش الحياه اللي هو كان يتمناها؟ لكن الحقيقه انك دايما بتدور على المبررات اللي عمرك ما هتخليك عقليه ناجحه او عندك عقليه اصلا. طيب احنا دلوقتي شرحنا حاجات كتيره جدا عن العقليات وازاي العقليات دي بتتفوق بشكل كبير جدا، سواء انها تحمي نفسها من الخطر زي القلاع، وسواء انها تقدر تصطاد زي ما هي عاوزه ويكون عندها حمايه كبيره جدا زي النسور. شرحنا كمان العقليات، ازاي بقى العقليات دي بتتبني وازاي هم بيكون عندهم القدرات دي. الحقيقه اللي لازم تتاكد منها ان الناس دي ما عندهاش طفرات جينيه، وكمان الناس دي مش عندها فطرة اتولدت عليها زي انهم ما يخسروش اي معركة او اي حاجة من الحاجات دي. لا، الانسان يعتبر نفس العقلية، بس الفرق ما بين العقلية دي والعقلية دي ان في عقليات قوية بتقدر ان هي تتحكم في نفسها وشهواتها عشان تقدر توصل اللي هي عاوزاه، وعقليات تانية ما عندهاش القدرة اصلا ان تتحكم في شهوتها. والعقليات دي اتبنت عن طريق سنين وعن طريق صبر وعن طريق تفكير وعن طريق حاجات تانية كتير قدرت توصلها للي هي وصلتها. فما فيش واحد اتولد بقى قائد عظيم، وما فيش واحد اتولد بقى دكتور او مدرس. اكيد لازم ياخد فترة وخبرات طويلة، ولازم يؤمن ان في نهاية الطريق هيوصل للي هو عاوز. فازاي تدرب عقلك النهارده من انه يخرج من نمط التفكير العادي ويبدا يكتسب خصل العقول الاستثنائيه؟ في 3 خطوات علميه، جربهم وصدقني هتستفيد منهم بشكل كبير جدا. رقم 1 العزلة الذهنية. باختصار شديد انك بتبدأ انك تخصص كل يوم 20 دقيقة بدون هاتف، بدون موسيقى، وبدون اي بشر، وبتقعد في مكان هادي وبتمسك فكرة واحدة بس او مشكلة مقابلاك ومش عارف تتخلص منها، وتبدأ ان انت تحطها جوه دماغك وتتخيل فيها
آلاف السيناريوهات انك تقدر تحلها ازاي، زي ما كان تسلا بيعمل بالظبط. رقم 2، التشكيك في المسلمات. لما تلاقي كل الناس متفقة على فكرة او حل معين، ما تاخدوش كحقيقة مطلق، لا، ابدأ اسأل نفسك لو كان الكلام ده مش حقيقي، فايه هو البديل الفيزيائي او المنطقي للمشكلة دي؟ ومش بس الحاجات اللي انت شايفها في المجتمع او في الناس، بل اسأل نفسك انت. اكيد كل واحد فينا عنده فكرة او عنده حاجة مسلم بيها بشكل كبير، برغم ان هو عمره ما فكر فيها اصلا، او عمره ما فكر هل الحاجة دي صح او غلط. رقم 3، المرونة وتعدد الأدوات. زي ما موسوشي ما تعمدش على مهارة واحدة أو أسلوب واحد في حياته، فأنت كمان عود عقلك إنه يجرب زاوية جديدة أو تفكير أو حلول غير متوقعة للمشاكل اليومية، لأن الظروف أو المشاكل اللي هتمر بيها طوال حياتك هتكون مختلفة ومش متشابهة. كل مشكلة ممكن تكون أعقد من اللي قبليها، فكل مشكلة لازم تبص عليها من زاوية مختلفة عن الزاوية التانية، وكمان تفكر فيها بطرق أنت ما فكرتش فيها قبل كده. في النهاية يا صاحبي، العلوم المتفوقة مش معجزة ولا لحظة بتمر على الإنسان معين هو اللي بيكون مختار، لا، العقلية هي اختيار يومي انك ترفض تكون نسخة مكررة من غيرك، وتبدأ تبني ملكيتك الذهنية الخاصة. تبدأ ان انت تفكر في نفسك، في موهبتك، في حياتك، في امورك، في مشاكلك. مش الناس هي اللي تختار لك انك تكون ايه، اختار لنفسك دايما انت هتكون ايه، عشان تكون راضي عن الحياة اللي انت عايشها، ومش حاسس ان انت اخترت اختيار ما كنتش عاوز تختاره من الاساس. وبس، لو كان عجبك الفيديو فما تنساش تدوس لايك واشتراك، وسلام.